الا كنتي بصح من الناس اللي ما تفرجوش في هذا الماتش هذا فخصك تعرف بانك ضيعتي نص في حياتك، ولا كنتي من الناس اللي تفرجوا في هذا الماتش هذا فخصك تعرف بانك فعلا دقتي الحلاوه ديال البالون، وماشي دقتي الحلاوه ديال البالون فدقتي المفهوم كيفاش خص اصلا تلعب كره القدم. جميع الامور اللي خصها توفر في الماتش باش يكون ماتش طوب تجمعوا في هذا الماتش هذا، لا من جمهور لا من حكام لا من اللعب لا من اي حاجه. من وراء هذا الماتش هذا خرجوا بزاف ديال المقالات اللي منها بان الماتش ما كيساليش كيسيف ليه الحكام. هذا الماتش هذا كان في 2013 واللي غادي يكون ما بين ليستر سيتي ونادي واتفورد. هذا الماتش هذا اللي انتصر فيه غيطلع البروميان ديفيزيون. هذا القمه ولا هذا البراج اللي كان في القسم الثاني في الدوري الانجليزي كان خاص فقط ليستر سيتي تعادل وطلع البروميان ديفيزيون. الماتش ديال الذهاب اللي ليستر ربحات واتفورد في تيران هذه 1-0. ملي غيلعبونا في التيران ديال ليستر سيتي في الدقيقه الاخيره غادي يكونوا متعادلين 1-1. ليستر سيتي غادي يجي عند بيلانتي الى ماركاتو وغادي تقتل الماتش وغتطلع البروميان، لكن اللاعب ما غاديش يماركي البيلانتي والجول غيتالق وغيجبد بيلانتي، ومن هنا غتبدا القصه. هذه القصه ديال اجمل ريمونتادا غتكون في تاريخ كره القدم ديال واتفورد. هذا الريمونتادا اللي غتبدا من عند الجول وغتبنى على واحد اللوحه فنيه كرويه غايه في الروعه، واللي غادي يسالي بواحد البيت اللي عمر الجمهور ديال ليستر سيتي انسى في حياته. المعلق في اخر الماتش قال بان الجمهور ديال ليستر سيتي الى ما ماتش في هذا الماتش هذا ما عمره غادي يموت.